مع مشكلة الوسواس في موضوع الطهارة شيخ؟ في الحقيقة الوسواس هذا مدمر. الوسواس مدمر وينتقل من مجال إلى مجال. نعم. كاين اللي عنده وسواس في النظافة، كل حاجة يشوف لو كان مانيش عارف تغسل 10 مرات ولا 20 مرة دائما يشوف باللي ما فيهاش، ماشي نظيفة، وربما فيها فيروسات وفيها ميكروبات وكذا. وكاين اللي عنده الوسواس على الغاز، يعني على الغاز كيما يغلقوه 10 مرات وهكذا. وكاين الوسواس على الباب الوسواس هذا مدمر يا إخواني يا أخواتي. وفي المقابل بعض الناس لا يبالي بشيء. لا يبالي بشيء، سبحان الله. بأي شيء. يعني نعم. طرفي النقيض. نعم. طرفي النقيض. نحن أمة الوسط يا أختي، كما قال القرآن في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن مقتضيات الوسطية أن الإنسان يستخدم العقل ويعمل بالفقه. العقل السليم ماذا يقول؟ يقول إذا كان واحد توضأ انتهى، يعني احترم الأعضاء الوضوء كاملة، جاء بالفرائض والسنن والمستحبات بقدر الإمكان، توضأ خلاص، لا يترك وضوءه ويصلي بذلك الوضوء إلى أن ينتقض ذلك الوضوء. الوضوء ثابت بيقين، فهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، يعني إلا بناقض من نواقض الوضوء، ولا يزول بالشك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الصحابي، يعني لا تعيد الوضوء أو لا تكرر الوضوء إلا إذا سمعت صوتا أو شممت رائحة. بمعنى لازم يكون هناك ناقض بيقين وليس بالشك. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالشك. هذا في أمر الوضوء، اللي عندهم الوسواس في الوضوء. وكان اللي عندهم الوسواس في الصيام، كما قالت أعيد الصيام كثيرا. ذكرت ربما في هذا المنبر في العام الماضي شخص قال كان عودت 20 يوم، يعني صام شهر رمضان. نعم. بعد ذلك أعاد 20 يوم. وحينما سألته لماذا تعيد معنى ثلثي الشهر، قال كل مرة يجيب الحكاية، قال لك مرة لقيت الشربة طلعت، مرة هبطت، مرة الفلفل، مرة كل هذه الشكوك وكلها وساوس. لذلك الوسواس هذا مرض حقيقي، يعني مرض حقيقي. درك الأخت سميرة عندها وسواس في الصيام، تعيد الصيام كثيرا. نقول لك يا أختي سميرة، أنت صمتي انتهى ما تعوديش، لأن هذه كلها شكوك ووساوس. المراد منها باش تثقل عليك العبادة، تحدث لك نوع من الحرج اللي يخليك تستثقلين العبادة. وسمعت الآية قبل حين في سورة الحج، هي آخر آية، الآية 78. ربي قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلماؤنا قرروا قواعد كثيرة، منها قاعدة الحرج مرفوع. إذا أنت ما توضعيش نفسك في حرج اللي الشرع نتاع ربي سبحانه رفعه عنا. وعندك أيضا وسواس في العادة الشهرية. نعم. العادة الشهرية بعد الطهر. نعم. يعني أنت كنت طاهرة خلاص، انتهت عادتك أنت تعرفينها، وهذا الأمر يثبت بالتجربة ويثبت بالعلم ويثبت باستشارة النساء أو باستشارة طبيبة مختصة. نعم. يعني ممكن توسعي دائرة الشورى، تشوفي امرأة ثقة تشوريها، تشوفي طبيبة تستشيرينها. وثم أن هذا الأمر يثبت بالتجربة. إذا كان عادتك مثلا 7 أيام، هذه عادتك. الدم الذي يأتي في تلك المرحلة هو دم حيض، وما تصلي ما تصومي. ولكن بعد ذلك، بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى عند الطهر، تبادرين إلى قضاء تلك الأيام بالنسبة للصيام لا للصلاة، للصيام فقط. ولكن إذا كان ربما عندك 10 أيام العادة نتاعك، دير الاستظهار لمدة 3 أيام، والزائد على ذلك يعتبر في حكم الاستحاضة، فهو دم فاسد، فهو دم علة. لذلك كان في الفقه ما يسمى بالحيض،
كاين ما يسمى بالاستحاضة. فالاستحاضة لا تسقط عنك الصلاة، معنى تصلي وتصومي عادي. ثم أن لدم الحيض له ألوان، يعني تستشيرين النساء ويفيدوك في هذا الأمر. أما أنه يكون عندك الشك، فإذا تحكم منك الوسواس يولي تضطرب عادتك من أسباب اضطراب العادة الشهرية وجود هذا الوسواس الذي يلازمك. فملازمة الوسواس والشك لك يخليك تشكي، يعني تضطرب العادة الشهرية نتاعك، وبعدين تفقدي الثقة في نفسك مع الوقت. والحل السليم كما قلت لك، أولا في صرف النظر عن هذه الوساوس، ما تبنيش عليها أحكام، ومع الوقت سيزول عنك الوسواس. والحل الثاني في الفقه، في العلم الفقه يقول لك ما تكلفيش روحك أكثر مما تطيقين، هذه وساوس صرفي النظر عنها، ومع الوقت إن شاء الله تتهني من هذه الوساوس. وإلا سينتقل الوسواس إلى سائر العبادات، يدخل في الصلاة، في الوضوء، في كذا في كذا، تولي تعيشي نوع من الحرج اللي يخليك تستثقلين العبادات ولا تستلذين هذه العبادات. أسأل الله لك العافية ولأمثالك من ضحايا الوسواس. نعم.